بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سلام. في الفيديو السابق أعطيتكم طريقة عصير البرتقال المنزلي بدون أي إضافات. إن شاء الله تو نخلي لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف. وفي فيديو اليوم إن شاء الله باش نعطيكم زادة طريقة عصير الليمون الطبيعي المنزلي بدون أي إضافات، السيترونات التونسية البنينة بأسهل وبأبسط طريقة. لهنا عندي كيلو من الليمون بعد ما غسلته ونظفته بالباهي باش نقطعه الى قطع صغيره، وباش نخرج منه البذور اللي موجوده من داخل، على خاطر البذور هي اللي باش تسيب المراره في العصير، هذاك علاش لازمنا نتخلصوا منها. وبعد ما كملت قطعت كمية القارص اللي عندي الكل وتخلصت من البذور اللي موجودة فيه، باش نجيب الخلاط وباش نبدأ نرحي الليمون. كل مرة باش نرحي باش نزيد كمية من الماء. حاولوا ديما تنقصوا كمية الماء في المرحلة هذه باش يترحى القارص بالباهي. وبعد ما كملت رحيت الكمية اللي عندي الكل، باش نزيد لها 3 لترات ماء، معناها على كيلو القارص باش نضيف 3 لترات ماء بخلاف الماء اللي رحيت بيه، وباش نخليه يرتاح ما بين ساعة وساعتين وهو هكاكا، وبعد نصفيه. وبعد ما صفيته زدته 500 جرام سكر. بالنسبة للكيلو القارص كيلو على كيلو قارص 500 جرام سكر، وتنجموا تزيدوا كمية السكر حتى 600 جرام. بالنسبة لي 500 جرام كافية. وهكا نكونوا تحصلنا على عصير ليمون طبيعي منزلي بدون أي إضافات، لا ملون ولا مخثر ولا منكه. ان شاء الله تكونوا استفدتوا، وان شاء الله نكون عاونتكم. وتوا ما بقالي باش نقول لكم كان لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.